ولقد ترجمت الجمهورية الإسلامية عهد ووصية الإمام الخميني خير ترجمة طيلة السنوات الماضية، وما اهتمام فضيلة المرشد الأعلى للثورة حفظه الله بالقدس والأقصى وببناء ودعم قوى المقاومة على طريق تحقيق هدف التحرير إلا خير شاهد على ذلك. وإننا نقدر عاليا الالتزام الذي أعلنه وجدده السيد حسن نصر الله قبل قليل في كلمته اتجاه فلسطين والمقدسات والشعب الفلسطيني، ونسجل ذلك بحروف من عز وفخر ونور. ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخميني عليه رحمة الله. نستذكر في هذا اليوم العظيم الإمام الخميني رحمه الله، الذي جعل القدس ركنا من أركان الثورة والمقاومة وغاية سامية متجددة للأمة الإسلامية المجيدة. ثم في آخر الأمر الدعوة الخمينية قائمة على فكر البنا وقطب وغيرهم من أقطاب الإخوان المسلمين، ترجمت كتب البنا وقطب وغيره ونشرت، وقامت الدعوة الخمينية على هذا. وأول من صافح الخميني هم، والآن هم على تواصل مستمر، وانكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم وسلط الله عليهم بسبب هذا، لأنهم باطنية متفقون على رفع الإسلام ظاهرا والكيد للإسلام وأهله باطنا. لا شك أنه دخل معهم من يحسن الظن بهم، دخل معهم مغفلون من المسلمين، دخل معهم سفهاء، لكن الكلام على الرؤوس المفكرة والقوى المدبرة والجهات المتآمرة هذا منهاجها. لا تغتروا، اعرفوا هؤلاء. فالخوارج المارقة المعاصرون والشيعة الغالية الفرس المجوسيون وجهان لعملة واحدة كما يقال، ومخططهم واحد. والذين دخلوا معهم من العرب ما بين حاقد وقاطع طريق وجاهل وصاحب شهوة ومغفل، دخلوا معهم في هذه وتون الفتنة هذه، وكادوا للإسلام وأضروا بالمسلمين، وانتهكوا العبادات وانتهكوا شعائر الملة وانتهكوا حرمات المسلمين، لأنهم جهلة، لأنهم أغبياء، لأنهم أصحاب هوى، لأنهم مريض قلوب، لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا. كل ما تسمعه من الجهاد المعاصر هذا، ترى هذا هو. هذه المجموعات هي التي تقوم به وتموه على الناس وتخدع الناس وتهلك الحرث والنسل باسم الإسلام. ينبغي التنبه. كفى كفى كفى، لا بد من هذا. الحرب موجهة للملة الحنيفية الإبراهيمية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وموجهة للإسلام الحق، الدين الحق بجميع أحكامه، أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان ركني الإحسان، وإلى شعائر الملة، وإلى خاصة أهل العلم، وإلى خاصة أهل الحكم، وإلى عامة المسلمين. حرب ضروس تقودها هاتان الجهتان المشؤومتان الضالتان الباطنيتان الملحدتان. لا بد من الوعي، لا بد من الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه الله في الدين فما أراد به خيرا. هذه رسالتي لجميع المسلمين العربي والأعجمي